السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة. معي أنا عمار الصالحي. حلبجة تفتتح شهية الأقضية والنواحي لتحويلها إلى محافظات. الأسباب التي تؤدي إلى تحويل الأقضية والنواحي إلى محافظات ووحدات إدارية مستقلة: التكلفة المالية. هل ستهدد هذه الخطوة بتفكيك الوحدة العراقية؟ هل مثل هكذا تحويل الأقضية والنواحي إلى محافظات ممكن أن يكثر من التجزئة في البلد أكثر مما هي موجودة؟ الدواعي والأسباب لتلك الدعوات التي تنادي بتحويل الأقضية والنواحي إلى محافظات. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو: السيد عماد يوخنا النائب السابق، حياك الله واهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة، وايضا الدكتور ناظم الشمري رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، حياك الله دكتور واهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. خليني ابدو وياك استاذ عماد. استاذ عماد، شلون شفت تحويل محافظة حلبجة بعد قراءة أولى وثانية وجدل وسجال سياسي إلى محافظة؟ نعم، بداية شكرا جزيلا للاستضافة وتحياتي لقناة كركوك الفضائية، وارحب بضيف الكريم دكتور الشمري وبجنابك استاذ عمار. حياك الله. بصراحة أنا أبديت رأيي بالإعلام وأنا نعم. سابقا نائب عابر عليه هذا الموضوع ومواضيع مماثلة، ورحبت بالفكرة من حيث المبدأ. لو نتحدث عن موضوع استحداث محافظة، في كل العالم هناك تطور إداري يحصل، وفي العراق تحديدا لو نتحدث، العراق كان للسبعينات 15 14 محافظة، وقبلها كان أول ما أسست الدولة العراقية كان 8 محافظات. نعم. قبل 3 ولايات، بعدين 8 محافظات، وثم تطور إلى 15 محافظة، وبعدين صار 18. ما شهدنا أنه هذا التخوف والتهويل والتقسيم العراقي. الأسباب التقسيم ليست بسبب الوحدات الإدارية وتطوير الوحدات الإدارية. إذا كنا نريد نلبس هذا الغطاء السياسي ونهول ونضخم الموضوع لأنه عندنا أغراض أخرى نريد نقف ضد المشروع، هذا بحث آخر. نعم. أما إذا نتحدث بشكل مهني وبشكل قانوني ودستوري، القانون والدستور هو اللي يحكمنا. كل السياسيين يتحدثون عن مسطرة الدستور والقانون، وعندما نأتي إذا مضي بتشريعات قوانين أو الاستفادة من مواد هي حقوق مكتسبة ضمن الدستور، يتحول الموضوع إلى موضوع استاذ سياسي. عماد، مرات الظرف يعني مرات حتى من نشوف مثلا مسألة الأقاليم هي أيضا مسألة دستورية، لكن كل ما مسألة الأقاليم، مسألة تحويل قضاء إلى محافظة، كل ما هذني يتصدر المشهد السياسي هن نعم مواضيع دستورية وقانونية، لكن يبقى تخوف أمني، الجانب الأمني، الوضع السياسي الآن مو وقته. هذا دائما موجود. هذا الشيء، بالتالي التوقيت هي المشكلة بالتوقيت. هو احنا عبر من عمر التغيير النظام السابق 21 22 سنة، وكل نعم. ما نأتي إلى موضوع ونعتقد به مهم، إذا أنا أو مجموعة التي أنتمي إليها أو وطنيا على مستوى العراق، على مستوى الكهرباء، خلي الكهرباء هي مو محافظة. نعم. نتحدث عن الكهرباء راح يقول لك نفس الحجة، مواطن غاز هذا الحجج غير مقنعة، أصبحت مملة ومقرفة للمواطن العراقي. أنت اليوم عندك دستور وعندك مواد دستورية، عليك تبديل بمواد تشرعنها إلى قوانين. هسه أكو تخوف، أكو مرحلة صعبة، أكو سبب قاهر. طبعا أكيد أنت ما تجي تفرض، حلبجة أو غير حلبجة، ما يقدر المواطن بحلبجة يفرض نفسه أنه لازم تصير محافظة. أكيد تتهيأ الظروف، احنا نتحدث عن ظروف بيئية مناسبة سياسيا وأمنيا. من حيث المبدأ المفروض ما تنرفض الفكرة، لأنه أكو ظرف أمني، لأنه أكو تغييرات بالمنطقة. بعض السياسيين للأسف اللي تصدوا ضد المشروع وسمعنا تصريحاتهم، كانت حقيقة ترتقي إلى مستوى التهم وتوزيع تهم واتهام بتقسيم العراق، واتهام من يؤيد هذه الفكرة وكأنه هو
يتآمر على العراق، هذا نعم. الشيء هو يعني يدخل في نطاق السياسة، وأيضا الدعاية المضادة انتخابيا. هم يقولون هاي دعاية انتخابية، هو تأسيس محافظة شو له علاقة يعني نعم. هو راح يأسس محافظة حتى يحصل أصواتها من هسه باقي لنا 6 شهور انتخابات. يعني الحجج غير مقنعة. نعم. وأنا عندي إذن حديث على نعم. القضية بقضايا دستورية وقانونية نقدر. نعم، خلينا نشوف رأي دكتور ناظم. دكتور ناظم حياك الله. دكتور، هو موضوع قانوني، موضوع دستوري، ليش هذا التخوف اللي يصير؟ القانون والدستور يكفل بالأقاليم ويكفل بأنه القضاء أو الناحية تتحول قضاء والقضاء يتحول إلى محافظة والأمور ماشية طبيعية. ليش هذا التخوف ينطرح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفنا الكريم العزيز أستاذ عماد خنا، وإلى مشاهدي قناة كركوك الفضائية في كل مكان. الأستاذ ذكر أنه العراق تطور منذ زمن الدولة العثمانية مرورا بالحقبة البريطانية، العهد الملكي الجمهوري، من ولايات إلى محافظات، وهذه شيء طبيعي أنه كل بلد يتم فيه توسع عمراني، توسع إداري، وهذا شيء طبيعي، وأعتقد الدستور كفل ذلك. نعم. لكنه للأسف أنه الفاعل السياسي العراقي لا يزال مصر على إثارة دائما النعرات الطائفية والعرقية والعنصرية. يعني احنا ما كفانا، يعني قام هذا النظام على نظام المحاصصة طيلة 21 عام. اليوم يأتي بإثارة موضوعات استحداث محافظات على أسس مذهبية وعرقية، والموضوع هو شيء إداري. يعني احنا الجميع يتفق على أنه بغداد بحاجة طبيعية إلى تقسيمها إلى محافظتين، مثلا كرخ ورصافة. اليوم محافظة الأنبار تقريبا ثلث مساحة العراق، فبالتالي المواطن اللي في أقصى الأنبار ومن الغرب وأقصى الأنبار من الشرق يعاني في صعوبة التحرك بين المحافظة وأطراف المحافظة ومركز المحافظة، فشيء طبيعي ممكن أنه تقسم إلى محافظتين. نعم. كذلك محافظة البصرة وكذلك محافظة نينوى. لكنه احنا مو ضد التقسيمات الإدارية القائمة على يعني انقسام طبيعي. مثلا بغداد الآن إذا نريد نقسمها إلى محافظتين، معروفة أنه جانب الكرخ والرصافة يعني يفصل بينها نعم. نهر دجلة. أما أنت تأتي بتقسيم على أسس مذهبي أو على أسس طائفي أو على أسس، هذا راح يولد أنه بمرور الزمن أنه كل منطقة، كل قومية، كل مذهب، بالتالي ممكن نوصل إلى كل عشيرة أو قبيلة تريد أنه تكون قضاء أو تكون ناحية أو تكون محافظة. هذا الشيء اللي إحنا كمراقبين نرفض، هذا التقسيم على أسس غير منطقية. أما أنه حاجة المحافظة إلى التقسيم لصعوبة الازدحام، كثرة عدد السكان. ما دكتور ممكن هذا يصير غطاء. طبعا احنا انا اجي اقول لك الدستور بالضبط، انا اجي اقول لك انا مثلا بداخلي انا اريد لاسباب قوميه او مذهبيه او عنصريه، لكن الظاهر راح يكون لاسباب اداريه. اخي انا اسالك، احنا مو ضد استحداث. من اللي يحدد هذا الشيء؟ احنا مو ضد استحداث محافظه في اقليم كردستان. طبعا هذه مخالفه يعني ارتكبها اعتقد مجلس النواب العراقي. نعم. انه هذا مو شغل مجلس النواب العراقي، هذا شغل اقليم كردستان. عسى يصيرون 20 محافظه، هاي شغل ما تعنينا. نعم. يعني ما تعني مجلس النواب اصلا، مو من صلاحيات. وانا راح اتكلم لك الان دستوريا من ناحيه دستوريه وفق الدستور. اما ياهو اكبر، ليش خلوا ياهو اكثر حاجه. بس نعم. اصبر لي جاي، انا اقول لك انه الاخوه في اقليم كردستان يعني ثارت موضوع اصرار على استحداث محافظه حلبجه لدواعي سياسيه واضحه. اما انا اسال ايهما اكبر، قضاء كويسنجق ام قضاء حلبجه؟ بالتاكيد قضاء كويسنجق اكبر بكثير من قضاء حلبجه. فبالتالي
وإذا كانت الغاية فائدة المواطن، تسهيل على المواطن في الإقليم، فبالتالي هناك أقضية هي أكبر بكثير وأبعد عن مركز المحافظة من قضاء حلبجة. لكن الموضوع هو موضوع سياسي. اثنين، هو ما علاقة مجلس النواب باستحداث محافظة في إقليم كردستان؟ هذه من صلاحيات الإقليم وليس من صلاحيات مجلس النواب. وما علاقة مجلس النواب باستحداث أي قضاء أو ناحية أو حتى قرية في أي محافظة من المحافظات الغير منتظمة بإقليم؟ هذه مو من صلاحيات مجلس النواب، هذه من صلاحيات مجلس المحافظة. وإحنا نعرف أن الدستور العراقي يقول لك المادة 16 من الدستور: النظام الاتحادي يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية. المادة 117 يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان بحدوده الحالية، وفتح الدستور الباب أمام إنشاء أقاليم جديدة وفق الفقرة الثانية من المادة 117. المادة 119 تقول: يحق لكل محافظة وأكثر تكوين أقليم بناء على طلب استفتاء بإحدى الطريقتين: يا أما ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو 10 ناخبين يقدم ثم يحصل الاستفتاء وتتحول هاي المحافظة أو المحافظتين إلى أقليم. المادة 121 من الدستور أقر للأقاليم أو للإقليم ممارسة السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية للإقليم وللمحافظات غير المنتظمة بإقليم. هاي من صلاحيات الإقليم ومن صلاحيات لكن الأخوة في إقليم كردستان حتى يثيرون هذا الموضوع على مستوى البلد، ولا هم كان باستطاعتهم في إقليم كردستان استحداث محافظة حلبجة ومحافظة كويسنجق أو تقسيم أربيل أو سليمانية أو دهوك إلى محافظتين أو ثلاث، وهذا الشيء ليس لنا علاقة فيه وليس لبغداد أي علاقة فيه ولا ضمن صلاحياته. صلاحيات استحداث أي محافظة ضمن الإقليم هي ضمن اختصاص برلمان الإقليم وليس مجلس النواب العراقي. وأنا ما أعرف يعني كيف يعني مجلس النواب زج نفسه بهذه المشكلة، وبالتالي فتح الباب أمام كثير من المطالبات. بالضبط. وهذا هذا الشيء اللي فتح واللي فتح شهية بقية. لكن خليني على نقطة أثرتها دكتور ناظم: هل فعلا هو مو من ضمن صلاحيات مجلس النواب؟ ليش مجلس النواب خلى نفسه أو تصدى هذا الشيء باعتبارك نائب سابق سيد عماد؟ نعم، شكرا للملاحظات دكتور. صراحة عندي بعض المآخذ يعني أو توضيحات الآراء. دكتور، أنه احنا أكيد المبدأ أنه الكل ترفض إنشاء أي محافظة أو أي كيان إداري على أساس عرقي وقومي، لأنه الدستور ما يسمح بذلك. يعني مو إذا حتى لو تريد أنت الدستور ما يسمح لك. هاي واحد. ثانيا، موقف الطرح هسه حاليا أنه من المطروح من المحافظات المطروحة اللي هي أصلا بها قرار، مو لأنه فتحت شيتها لأنه انطرحت حلبجة وهاي انطرحت من 2014. هناك قرار من مجلس الوزراء اتخذ باستحداث محافظة طوس خرماطو وتل عفر وسهل نينوى بقرار، وهذا القرار أيضا حدد بشروط استكمال الإجراءات، وأيضا وضعت إلى لجنة. يعني القرار رقم 16 مجلس النواب، مجلس الوزراء. إذن هو مو من صلاحيات مجلس النواب. لا، مجلس النواب وين عنده صلاحيات؟ ولا صلاحيات مجلس الوزراء. عنده صلاحيات. عنده قانون 21 المحافظات فقرة 7 مادة 7 هي تتحدث عن تأسيس أو استحداث المحافظات اللي هي بها خطوات انه اقتراح استحداث محافظات جديده على اساس محدود اهميه الكثافه السكانيه، الوحده الجغرافيه، القدره الاداريه والماليه، والطلب المحلي والرغبه الشعبيه. يرفع طلب من سكان او مجلس المحافظه ويحال الى وزاره التخطيط لتقييم المعايير، ثم ترفع لمجلس الوزراء ويتم المصادقه عليه. لكن البدايه هو من المحافظه يخاطب مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يقول الآلية، المحافظه تشعر بانه هي هذه خارطه الطريق على استحداث. قبل سابقا بالايام النظام السابق بقرار يمكن 159 سنه 69 فشيء كانت وزير الداخليه يقترح وممثل قياده الثوره توافق وتصير محافظه وتمشي الامور. وهذا حصل يمكن على دهوك او غير محافظه. فقصدي اكو واختلف مع اخي الدكتور الشمري انه الاقليم ما عنده صلاحيات حتى لو يستحدث محافظه او هذا. ما انت يراد لهاي المحافظه وهاي الوحده الاداريه يراد له شرعنه بالقانون العراقي لانه اتحادي انت نظامك، مو انت تستحدث وحده. حتى على مستوى الدول هسه جوجل تدخل على جوجل اسماء محافظاتنا
من تريد تغيرها اكو فد سيستم لازم تغيرها بحيث العالم تعترف هذا الاسم الجديد او الوحده الاداريه، فانت مرتبط مع بعض. برلمان الاقليم كان مصوت من زمان على حلبجه، من زمان على حلبجه، لكن هاي يراد لها ايرادات ماليه، يراد لها رقم مروري، يراد لها كثير من الامور الاداريه مرتبطه بالبغداد، تشريعات فالتشريعات خاصه. ما تقدر تجي تقول البغداد ياباني ترى سويت محافظه، انت هو اليوم النفط اللي هو نفس الأهمية الاستحداث عنده مشكلة لأنه اتحادي وما يقدر هو يتصرف بها. إذن أكو تداخل بالموضوع. أكو تداخل، فأنا مع أنه متأكد أنه لازم تدخل تشريعي من بغداد لإقرار، لأنه دا يقول لك استحداث محافظة يراد له قانون، يعني بقرار يتشرع أي محافظة. فبالتالي استحداث محافظة يعني العفو حلبجة يعني ممكن كان بجنبه معنويه، جنبه سياسيه، باعتبارات ان حلبجه تعرضت من القصف والتضحيات، ولا كان اكو هناك وحدات اداريه اكثر حاجه الى استحداث محافظه مثل زاغو، مثل كوسنجق ذكر ومناطق اخرى ممكن مستقبلا تحصل. احنا لو ننظر الى الموضوع من جانب السياسي ونأول كل موضوع ونحوره نعطيه غطاء اخر، فاكيد ما راح نقدر ناسس قريه بالعراق الجديد اذا على المبدا. احنا نتحدث مهنيا وعمليا بهذا الموضوع، اكو حاجه لو لا، اكو قانون يسمح لو لا، ونمضي، وبالتالي اكو اعتراض واكو قوانين واكو محاكم واكو قضاء تعترض. يعني اذا اليوم حلبجه بها مخالفه قانونيه واحد يقدر يروح يشتكي المحكمه الاتحاديه ويلغي هذا القرار مثلا. واذا مثل هيك قرارات ايضا يحتاج لها توافق. بالتاكيد هو هنا المشكله، يعني هنا المشكله، يعني حتى التوافق هنا نعم. ما بين الكتل السياسيه تدخل حتى اما موضوع انه تنطي طابع عرقي وقومي، احنا اصلا موجوده الطابع العرقي والقومي بمحافظاتنا الحاليه. نعم. اليوم من يتحدثون الاخوه السنه مثلا على محافظاتهم شو يقولون؟ محافظات 6 سنيه. نعم. ليش دا يقول لك انت سني؟ لانه اغلبيه سنيه ولكنها مختلطه. اي بس هو يعني دا يعبر عنها بمكون معين. وهكذا الشيعيه ايضا 9 محافظات الجنوبيه الشيعيه، حتى من قام صار الحديث على اقليم الجنوب الشيعي، مو قام، وهكذا الكرديه. فليش هالمحافظات هي تعبير عن اللون، عن العرق، عن الاغلبيه في مكان معين، يعني مو فت خطيئه اذا فت مكان معين. لفرضا مثلا واحد يقول لا المسيح راح يريد لهم محافظه هاي الشبك، يعني شنو مو خطيئه اذا المسيح في مكان معين المسيحيين الاشوريين كلدان كانوا بها اغلبيه كثافه سكانيه وصاروا محافظه، وين المشكله بها؟ اذا كان اكو حاجه واكو ضروره واكو قانون. نعم. راح ارجع لك بهاي النقطه حتى احنا اذا نتبادل التهم. انا سمعت بعض السياسيين تهمهم كانت غير مقبوله، يعني هي ممكن الرد عليها وممكن تفنيدها وممكن ايضا تهم متبادله بعدين تصير. احنا ما نريد نحل الموضوع او نعقد الموضوع نعم بتبادل الاتهامات. راح ارجع لك حول هاي النقطه لانه هناك مطالبات ايضا بتحويل سهل نينوى الى محافظه، واتهامات بانه اكو قرار بها. نعم يعني سوف يتم على انه اساس ديني. خليني ارجع على الدكتور ناظم تعقيبك على ما قال السيد عماد بانه هو موضوع دستوري وقانوني، واذا احنا بقينا نتهم عرقي وقومي ما راح نمشي لي قدام. لا انا لا زلت اصر على انه الموضوع سياسي، والموضوع به جوانب طائفية وعرقية، وهذه سياسة خاطئة سواء كان يرتكبها لا مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وهذه مخاضعة المحاصصات وتوافقات. هذا عمل إداري، وأيضا يعني أنا لا زلت أعتقد وأصر على أنه هذا ليس من اختصاص لا مجلس الوزراء ولا اختصاص مجلس النواب، وإنما هو من ضمن اختصاصات الإقليم ومن ضمن اختصاصات المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وأعتقد لم يرد اختصاص يعني استحداث المحافظات ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. الأمر الذي يجعله ضمن اختصاصات مجلس المحافظات. نعم لكن هناك مجلس المحافظة المتعلقات او التشريعات اللي تحتاج لمجلس المحافظة صلاحية إجراء التغييرات الإدارية على النواحي والأقضية بالدمج أو الاستحداث. المادة 7 اللي أشار الأستاذ فقرة 11 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 سنة 2008 يقول المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج
أو الاستحداث أو تغيير أسمائها بناء على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة مع وجوب موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس المحافظة. إذن الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بالإقليم جعل استحداث القرية والناحية والقضاء وإعلان الإقليم هو من صلاحيات مجلس المحافظة والمحافظ وأبناء المحافظة، وليس من صلاحيات، اسمح لي، وليس من صلاحيات مجلس الوزراء، وليس من صلاحيات مجلس، إنما مجلس الوزراء يصادق على ما يقره مجلس المحافظة. اليوم احنا في كل المحافظات العراقية، من الذي عين المحافظ في كل المحافظات العراقية؟ مجلس محافظة. نعم. من اللي يعين يقيم مقام؟ مجلس محافظة. من اللي يعين مدير الناحية؟ مجلس محافظة. بس من اللي يعين المختار؟ مختار القرية والمحلة من اللي يعينه؟ مجلس محافظة. فبالتالي بما انه حق تعيين المحافظ والقيم مقام ومدير الناحية ومختار القرية من صلاحيات مجلس المحافظة والمحافظ، إذن استحداث القرية والناحية والقضاء وتحويل القضاء إلى محافظة وصلاحيات مجلس المحافظة. أما أنت تجي اليوم أنت اليوم بعد ما قسمت البلد ووفق نظام المحاصصة على مدى 21 ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبعدنا نراوح بعد 21 سنة، اليوم أنت تريد تحول لي قضاء صغير مثل قضاء الدوز إلى محافظة. إذا هي بالاستحقاق عجل الشرقاط أكبر بكثير من قضاء الدوز، وسامراء أكبر بكثير من الشرقاط فبالتالي إذا الموضوع إداري احنا نذهب إلى الأقضية الكبيرة ونحولها إلى محافظات. سهل نينوى حتى يرد عليك ماكو اكو قضاء اسمه سهل نينوى، اكو ناحية اسمها سهل نينوى، احنا نعرف بنينوى، اسمح لي، نعم. احنا نعرف بنينوى اكو أقضية كبيرة، يعني مثل قضاء تل أحفر، قضاء اعتقد سنجار، قضاء كانت هناك نية قبل الاحتلال الامريكي للعراق استحداث محافظة اعتقد في الجزيرة، ما اعرف ايش كان يسموها، وكان ممكن ان يكون على اساس انه يكون مقرها لو البعاج او تل عبطة في اقصى الجزيرة، وتضم ربيعة وسنجار وتل أحفر وقضاء حتى الحضر. ممكن انه احنا هذه المناطق كلها تكون محافظة تحت مسمى معين. اما انه انت بالتحديد تروح لي على تل أحفر وتعزلها وتسويها محافظة، وتروح لي على الدوز وتعزلها وتسويها محافظة، وهذه واضح الاتجاه الطائفي في هذا الموضوع. شو الطائفي؟ واضح الاتجاه. انا مع استحداث انا اقول انه محافظة نينوى تستحق تكون 3 محافظات، محافظة الانبار تستحق تكون محافظتين، بغداد تستحق تكون محافظتين او اكثر، البصرة تستحق تكون اكثر، ممكن الناصرية تستحق تكون اكثر من محافظة، ولكن انه نذهب انه نقسم المحافظات. هم باكر يجينا واحد يقول لك يا ابو عجل خلوا الحويجه محافظه، ابعدوا الحويجه عن كركوك وسووها محافظه. مقبول هذا الكلام؟ ما مقبول انه احنا نذهب نقسم البلد بعد ما قسمناه طائفيا وعرقيا، انه بنقسمه الى وحدات اداريه على اساس مذهبي وطائفي وعرقي وفق مصالح انتخابيه ومرفوضه. يعني بالنسبه لي رافض رفضا قاطعا استحداث اي محافظه او قضاء على اساس سيد عماد، سهل نينوى هو اصلا مو قضاء. سهل نينوى اذا تحول بالتالي راح يكون على اساس ديني بحت واضح. ليش تريدون تحولوه على اساس ديني مثل ما ذكر دكتور ناظم، في حين احنا نقدر نسوي فد محافظه يضم بعد عده اقضيه ما عدا سهل نينوى؟ وسمعت شنو قال، تفضل. نعم. يعني بدايه يعني مع احتراماتي من راي الدكتور ومحترم، واكيد وجهه نظره تعبر عن الشخص وده يقول انا افضل. نعم. يعني مو مساله استبيان لكل مواطن. نعم. نسأل مبررات سهل نينوى. نعم. بها قانون. هسه مثلا على قضيه محافظه اللي نسفها الدكتور وكانه ماكو فد قوه بالعراق تقدر تشكل محافظه. نعم. نقدر نشكل قريه ونقدر نشكل اقليم، بينما المحافظه ما نقدر. اللي هي وحده اداريه. انت قلت ما يقدر. لا مجلس محافظه. لا مجلس محافظه. لا يقول صلاحيه مجلس محافظه. لا هو عددهم ما بها محافظه. نعم. عدد كلها قريه وناحيه يعني لكن المحافظه ما تقدر ما تقدر تشطر نفسها.
لا ما انطى يعني الدستور سكت عن ذلك. لا الدستور منطيق الوحدات. انت اشرت اول نقطه حكيت بها، قلت ماده 116 اللي هي العراق الاتحادي يتكون نظامه من المحافظات والاقاليم والعاصمه والوحدات الادارات المحليه. نعم. الادارات المحليه. زين الاقاليم عندها قانون نعم موجود، والمحافظه كان عندنا قوانين قديمه لغيت بقانون 21 من نشرع. نعم. هذا القانون 21. وبقى الموضوع مال استحداث المحافظه هيك يعني مثلا ماكو محافظات. نعم استحداث المحافظة ماكو محافظة تستحدث محافظة عنها، المحافظة تستحدث قرية، تستحدث قضاء، تستحدث ناحية، لكن ان المحافظة تنشطر الى يعني بدي اسالك ياهو اهم استحداث محافظة ام استحداث اقليم؟ لا أنا اسال. نعم هو والمشاهد الاساس محافظة. ياهو الاساس محافظة، قصدي ياهو اكبر حجما. أنا بس الاساس محافظة دكتور. اذا انت ماكو محافظة شلون تسوي؟ ايهما اقوى قرارا، استحداث اقليم ام استحداث محافظة؟ سياسيا ممكن اقليم بالتاكيد. نعم. استحداث اقليم. نعم. فاذا كان استحداث الاقليم من صلاحيات مجلس المحافظة وشعب المحافظة، فبالتالي استحداث محافظة في المحافظة الواحدة هو استحداث من صلاحيات مجلس المحافظة، وليس من صلاحيات لا مجلس النواب وما على مجلس الوزراء الا المصادقة. نعم احنا يعني شوف الاخ عمار حتى بالاسم قريته الطلب المحلي والرغبة الشعبية يعني هم موجودة. نعم. والقدرة يعني الإدارية والمالية والوحدة الجغرافية. وحدة الجغرافية أنا سند أحكي لك على سهل نينوى. نعم. خلينا احنا انطينا انطباع الإيجابي لعدم التشكيك أو عدم توجيه التهمة أنه هاي للمكون المسيحي أو لا. شلون؟ لأنه سهل نينوى نعم بثلاث أقضية اللي هو قضاء حمدانية بغدادة يسموه، وقضاء تلكيف، وقضاء شيخان. هذا يضم كل التنوع العراقي به، من يزيدية، من الشبك، من الكاكية، من التركمان سنة وشيعة، من العرب. إذن جغرافيا هو يحتوي ثلاث أقضية، وكل التنوعات الموجودة بالعراق موجودة، ليس فقط المسيح. ليس فقط المسيح. ورفضنا فكرة يكون السيد الرئيس الجمهورية المرحوم الراحل مام جلال. نعم. يعني كان نوع من التعاطف أو يعني نوع من الدعم، قال خلي يصير شكو بيافة محافظة للمسيحيين، ووقتها رفضنا يعني لانه اصلا ما تصير قانونيا. محافظه للمسيحيين ومحافظه للقبيله الفلانيه ومحافظه للعشيره الفلانيه. هذا دكتور مع احتراماتي لجنابك، يعني انت تريد انت عندك راي وجهه نظر محترمه، لكن هي مو يعني انه قانون ودستور. ايهما ابعد مسافه عن نينوى مركز محافظه نينوى؟ ما له علاقه ابعد. اصلا احكي لك على مظالم يا اخي، انت مو بس تحكي مالاتك. نعم. انت اليوم العربي السني اللي دا يحكم نينوى، خلينا نحكي بالطائفيات ونحكي بالسياسه. انا اليوم 21 سنه اذا قضاء مالي مهتري، قبل كان مهتري نقول يابا نظام سابق ويسوي تمييز ويسوي كذا ويسوي مؤسسات ديمقراطيه، صار عندنا دستور وقانون يحكمنا، لحد الان هي نفس المظالم موجوده عليه. تجي اعداد التعيينات 4 متعينين من قضاء حمدانيه تعداده 250,000. هل هذه عداله؟ انا يمتى راح يعدلني ابو الموصل؟ اظل انا انتظر لانه اسير وطني وحده العراق مهمه، وانا ما اطلب حقي، ما امارس حقي الدستوري والقانوني لانه راح يزعل فلان او يتهمني فلان. يا اخي العزيز انت تتعال باوع على المظالم اللي تصير بالمناطق اللي بيها مكونات النعل جدها. اكو قضاء واكو نزاهه واكو مجلس النواب يحاسب الظلم والفاسدين. ما يحاسبه. انا اذا اجي انمي مناطقي اطورها من طريق منظمات وكنائس واجيب منه يجي المحافظ. انا شخصيا رايح على محافظ نينوى وما راح اجيب اسمه، قلت له سيد المحافظ انت ليش هاي الموازنه ما تتنفذها لهاي مال القضاء فلاني وهذا؟ قال لا مو انتم اموركم زينه مدبرينها ويا الكنائس ويا الجمعيات، خلي احولن على غير مكان لانه مهتري، وهي تروح للابواب الفساد والاخره. احنا ما نريد ندخل تفاصيل اخرى. وعليه هذه الاسباب خلت الناس وخلت المواطنين تضغط انه تريد هي من تصير لها مكان وحده اداريه وانا امارس حقي. هذا حقي دستوري. انت ليش تتهمني مسبقا انه انا راح اسوي محافظه بس يعني بس المسيحيين؟ شلون مثلا بس المسيحيين يعبرون بها مثلا، بس المسيحيين ينامون بها؟ ماكو شيء. نعم. انت ليش المحافظه الكامله انبار 90 متفق من قبل عرب السنه القوميات او الاديان كلها ان يكونون سهل، ام هي بس للمسيح؟
لا لا مو للمسيح، لا لا ما نقبل. لا قص ما البقيه تصير الشبك ايضا نفس التوجه. يعني اكو من يعترض، اكو من معه اكيد. نعم. يعني انت ما تقدر اليوم بالعراق كل شيء اكو متفق عليه 100%، ماكو شيء 100%. نعم. وانا مو معها اليوم انه افرض وكانه انا اليوم اذا ما تصير محافظه وانا اخرب الدنيا. هو مطلب وقانوني وبدنا نمشي به، وبيه خطوات، بيه لجان، بيه دراسات بدنا نقدمها، وممكن ظرف اصلا مو مهيئ الان ممكن يتاجل. اصلا بقرار مثل النواب في 2017 من تحرر المناطق اتخذ قرار انه ما يصير تلاعب او يعني خلينا نقول تغيير بالحدود الاداريه المحافظه نينوى الى عوده النازحين واستقرار الامني. زين طيب من 2017 هاي صار لنا 8 سنوات، نفس النواب اللي كانوا يعترضون وقتها قالوا الى ان يستتب الامن وعوده النازحين والمهاجرين. الحمد لله والشكر اليوم هم يقولون نينوى بحبوحه ونينوى سويسرا ونينوى كذا ورجعت الامور، ولكن لحد الان الحقوق ما راجعه للمواطنين. نعم. ولحد الان اكو ظلم، ولحد الان نفس الاعتراض من نفس النواب اللي هم نعم. يتعاملون مع نفس الفاعل السياسي اللي يدعون انه هناك مخطط لتقسيم العراق وتقسيم المحافظات. نعم عمي موجود. تقسيم العراق يتقسم بالسياسات الخاطئه، بعقليه السياسيين وهالمنهجيه اللي بداخل نعم. عقولهم ارجع لك ما بعد الحدود. هذا يقسم العراق والتخابر وغيره، مو يجي مكونات منكوبه النعل سلفها خلال 21 سنه والله صار عندهم. نعم. شنو الفائده دكتور ناظم؟ شنو الفائده؟ الوقت داهمنا على السريع. شنو الفائده اني احول اليوم قضاء احوله الى محافظه، وبالتالي ما هي المحافظه هي بالاساس فارضه عليها السلطه المركزيه وماخذه من عندها الاراده. اليوم احنا السلطات المركزيه ماخذه صلاحيات المحافظات كلها من ناحيه التعيين، من ناحيه الموازنه، ماكو صلاحيات للمحافظات. لا. طيب انا اجي استحدث مدير عام وزير محافظات، بالتالي ما هي السلطه المركزيه معاون مدير عام غطي على السلطات داخل المحافظات. نعم جاوبني على هاي النقطه. أول شيء المحافظات غير المنتظمه باقليم الان تمارس فيها مجالس محافظات، فيها دارات محليه، وهناك موازنه تجيهم من المركز. نعم. ما نشوف حصه الكهرباء، حصه الموازنه كلها تقول لك والله بغداد، مو احنا التعيينات والله بغداد. على الورق صحيح، بس على الواقع اكو مجلس خدمه على مستوى البلد، وقاعد يتعينون فيه المواطنين بصوره مباشره بعيدا عن الادارات المحليه وحتى الوزارات. نعم. وهذه الموضوع التعيينات حل جذري حلته الحكومه الاتحاديه. اما المحافظات هناك مجالس محافظات، هناك ادارات محليه، وهناك موازنه تاتي من الحكومه المركزيه ومن صلاحيات مجلس المحافظه الدار المحليه استثمار هذه الاموال لتنميه وتقديم الخدمات للمحافظه. اما اذا كان هناك خلل في محافظه معينه او فساد اداري او خلل او ظلم يتعرض له مكون او محافظه، اكيد ويكون بعلمك هذه المناطق اللي ذكرها الاستاذ اللي الان ينوي مثلا هناك نيه لاستحداثها. هذه المناطق هي اصلا يعني تحت سيطره الحزب الديمقراطي الكردستاني من 2003 لحد هذا اليوم. وليس هناك اسمح لي يعني منطقة الشيخان ومنطقة الحمدانية ومنطقة هذه المناطق مو بدل لا اقليم ولا هذه المناطق حتى عملية فرض القانون حتى عملية فرض القانون كانت تحت سيطرة كل القوميات الكردية والتركمانية والعربية قيادة الحزب الديمقراطي. وبالتالي هذه الدعوات هي مدفوعة سياسية الغاية منها يعني التشكيل أصلا أنا من الناس اللي عندي مشاكل مع حزب الديمقراطي الكردستاني. أرجع وأقول بمناطقنا بالإقليم إنه إحنا بس هو طموح موجود أخي. يعني كل شخص يتكلم إداري دستوري بالتالي راح تكون موازنته أكثر يطور من حاله. اسمح لي إحنا نتكلم إداري دستوري لو نتكلم رغبات. نعم. إذا رغبات تكون رغبة، إذا رغبات ماكو رغبة ما تعارض القانون، رغبة ما تعارض القانون. هذا يجي لي محافظ يقدر يدير 4 ملايين إنسان يقدر يقدم لهم خدمة. مدير بلدية واحد يقدر يقدم. ما دا يسوي أخي، ما دا يسوي. صارنا 21 سنة قسم لي محافظة وتوسلنا. اليوم كنا 1.5 مليون بالعراق، صرنا 4 مليون. احنا بدنا ننتظر هذا يمتى تسوون؟ ما حد ما يسوي لنا. هاي خلصنا، هاي باقي لنا كم واحد، هاي ما نعرف لكم اياه ونروح. قسم لي المحافظات الكبيرة ذات الأغلبية السكانية تقسيم مسطرة
مو تعزل لي طائفه معينه وتسويهم محافظه، مو لا تعزل ما لي عازل قوميه ما عازل، معينه انت وتعزلهم تريد محافظه. انت تريد تلبسها. هذا خلل. وين قول لي انت قول لي فلان هذا مكان عبث. عازل. نعم. أنت هذا ما يصير- يؤدي ما يصير اسمح لي، حكي. هذا نعم، يدفعنا سهل نينوى خليه بكل يقول لي وين- منو المكونات. عازل؟ سهل نينوى منو بكل عازل؟ المكونات. لا، دكتور سهل دكتور نينوى. انا هسه اعدد لك الطوائف نعم. يعني المكونات موجوده بسهل احنا نينوى. قضاء 20 حلبجة تحول قومية الى عندنا. محافظه، نقول القضاء هذا. نعم. ليش هم وإلى- كلهم كرد؟ ليش انت ما عندك مشكله بين بس الأحداث؟ نعم. كلهم بس كرد وكلهم أما لون أنت واحد تحول من منطقة. منطقه سوران. أخي ليش روح هاي ما حول عندك لي- مشكله؟ عندك نعم. مشكلة. وروح حول لي ربيعه وسنجار وتل عفر وتل عبطه والبحاج والحضر، حولهن محافظه. مشكلة إيه؟ ما مشكلة عندنا إذا مشكلة. مشكلة خلي خفف عرب الزخم. ما عندنا مشكله. كيف؟ نعم، روح حول عرب المحافظة. ومسلمين أنا ما وياكم، أعاند ليش عليه. تريدون قصدي فقط كمثلاً- فقط كمثلاً. المسيح؟ جغرافيا أنا معاك. وروح حول لي صلاح احنا الدين. متفقين على هذه ترى. نعم. متفقين. أصبر. احنا وروح- محافظه على اساس جغرافي إي. وحاجه. انا متفق معك انا رايي 100%. هذا. نعم. واذا محافظه على اساس عرقي قومي انا اول واحد رحم الله ضدها. والدين. إذن إحنا 100%. متفقين. هاي 100 بس اما المظالم بس ولا جاي. بس اما المظالم اللي تعرض لها الاخوه نعم. المسيحيين او الاخوه اي مواطن عراقي يتعرض الى ظلم او الى تهميش او فساد، اخي اكو قضاء، اكو نزاهه يتعاقب هذا المسؤول الفاسد. اما مو اروح والله المسؤول فاسد انا ما اقدر احاسب هذا المسؤول الفاسد، اروح اسوي محافظه لحالي. هذا مو منطق هذا. نعم. خلينا نشوف تعقيب يعني استاذ أول عماد. شيء يعني نعم. دكتور انت اختصاص يعني وعندك شهاده اكاديميه، ما يصير انت دا تعرف انا ايش داعني انت. لا انا مو عليك، مو معنى عليك. أنا كلامي أتكلم بشكل بغير. عام انا من أستاذ. دا اقول لك مو مظالم. أنت المقصود. مظالم نعم. مو مظلمه واحد بايق له كذا واروح له القضاء. هذه عمليه ظلم على مجتمع متراكمه سنين، واجت فوقها النظام الجديد وايضا ما انصفنا. احنا ليش وقت نبقى وعندي اني دستور وقانون هذا اللي يحميني والله أنا وحقي به، أنا انا اروح أعرفه اطالب أستاذ. به. انت تيجي تقول لي حزب الديمقراطي أنا- مسيطر. حزب الديمقراطي من 2014 ما موجود انا مناطقنا. اللي اعرفه. فانت هاي المشكله أنا ما اللي لها اعرفه تدخل واسمع إقليمي. ان الاخوه المسيحيين في العراق هم محل احترام وتقدير من كل مكونات الشعب العراقي. صحيح بالاعلام ولم نسمع بالإعلام. يوما من الايام صحيح. انه مواطن مسيحي لا في كركوك ولا في اربيل ولا في سليمانيه ولا في الموصل ولا في بغداد تعرض الى ظلم او مظلمه. شلون بدك نعم، تسمع؟ نعم. وين هذا ما يقول لك لكن شلون الظلم ما عايش بالعراق أنت. الفساد عام. اخي شلون ما عايش الفساد بالعراق عام. انت؟ اليوم انا الارهام ما ميز. اسمح لا، لي. لا، لا. الارهام ما ميز. لا الفساد ميز ما قاعد ميز يميز. الارهاب ميز. الفاسدين ما وخوش قاعد ميز. يميزون بين منطقه ومنطقه. هسه أنا أقول لك اليوم شلون احنا ميز. مناطقنا يعني نعم. بس اسمح لي، احنا اكو مناطق فيها قيم مقام عربي او مدير ناحيه عربي قبل فرض القانون نتكلم ومناطق نعم. تعبانه. لماذا؟ نعم. بس لأن اكو خلل. نعم. بس أكو بس فساد. بس حتى اوازن. بس خلينا نشوف التعقيب مال عزيز استاذ عمار. يعني نعم. انا دا استغرب على الدكتور. انا نعم. اطمئن على كلامه انه اذا كان ماكو ظلم انا كنت افرح. نعم. بس هو ظلم موجود. نعم. يعني عندنا ظلم ترى فاحش على المسيحيين ودنا نحكي به وتعبنا بعد ما نسولف. نعم. يعني اكو مؤسسات فرغت من مسيحيين فرغت. هذا مو ظلم؟ نعم. يعني كان بها اذا هي حمله ممنهجه بطريقه واخرى ما نعم. اعرف. يعني اذا منهجيه عقليه بالتالي النتائج هاي تنطق. نعم. يعني مؤسسات كامله. يعني معقوله ماكو بالعراق كله 35 جامعه ماكو مسيحي عنده كفاءه واشوري كلداني سرياني يصير رئيس جامعه؟ ماكو. هاي صار لنا 21 نعم. سنه ونطالب. وزير قائد عسكري مدير عام وكيل وزير وغيرها يعني. انشئت فهو بالتالي نعم. جامعه حمداني انشئت على اراضيهم تبرعوا بها بالاراضي وتبرعوا بالمال لانشاء منشات الجامعه، وبالتالي يؤتى برئيس جامعه من غير منطقه من غير مكون ويفرض. هذا مو تمييز. التمييز شلون يصير؟ زين على مستوى ضباط الشرطه روح شوف، على مستوى الاجهزه الامنيه روح شوف. اكو ظلم علينا دكتور. احنا بس مدى نحكي لانه حتى لا نثير نعره مثل ما تقول طائفيه قوميه، لكن احنا مجبرين بهيك برنامج وبهيك طرح. انا اذكر لك هاي النقاط. على مستوى اليوم كركوك على مستوى اقسام الشعب اكو تمييز علينا. هذاك اليوم كنت يم نعم. شركه نفط بالعشرات نعم. الشعب والاقسام ماكو ولا واحد. المركزيه موجوده على المحافظات. مركزيه موجوده بالورق صحيح كلام الدكتور. نعم. لا مركزيه بالقرار وتحويل صلاحيات الوزارات، لكن يوميا الدوائر روح اسالهم جيبوا لهم هنا وسوي لقاءات معهم شوف نعم. اكو تدخلات. نعم. حتى اختم. اما نعم. ما يخص المناطق سهل نينوى نعم. والوحدات الاداريه. انت اليوم على مستوى العراق اذا
تيجي على المحافظات انتخابات، فماكو فت مسيحي راح يطلع لك لا مناطق سنيه ولا مناطق شيعيه، مو وانت يعني محرم عليك لا محافظ ولا قايم مقام، ما عندك اغلبيه، ما عندك، يعني هاي الامور المفروض يصير بها تمييز ايجابي يسموه تمييز. خلي يصير خلي انا اساعدك على خلي يصير تمييز ايجابي. انا راح اعطيك مظلمه. وقت وبالنسبه للارهاب، وبالنسبه للارهاب ميز، نعم ميز، لانه اكو فرق بين يستهدف مكون مسيحي اعزل لا حمل سلاح لا عاده لا شال ضد الدوله فد شعار، المكونات الاخرى كانت متصارعه وحملت سلاح على بعض، فمن تتعرض الى ظلم، انا مو الدم العربي السني والشيعي يمي غالي، لكن هذا كان اعزل ما تدخل، اجوا عليه تحديدا وهجروه من مناطقه، ومن رجعوا فجروا بيوته وفجروا دور عبادته وفجروا حضاراته وتراثه، يعني هذا دا يقلعه من جذوره، دا يقول له انت ما يصير تبقى بمكانك. طبعا هذا البعض من الارهابيين وليس كل المواطنين. هل احنا متجهين على هاي القضيه؟ فقدنا الثقه بجيراننا بشركائنا بالوطن، احنا كنا معاهم بالاف السنين، انت من تلاحظ اجى هو اعتدى على بيتك، هو اخذ مالك، هو اعتدى على عندي دقيقه راح نختم. هل احنا رايحين الى تشكيل اقضيه ونواحي اخرى تحويلها الى محافظات؟ قبلنا وقعدنا واليوم اثيرت، بس خلي اساعده على مظلمه مثل ما بس كلمه اخيره استاذ عماد، راح نشهد استحداث غير محافظات. انا ادافع عن المبدا انه ممكن وحق دستوري وقانوني، ولكن ممكن ان لا يحقق اليوم لانه ظرف البلد الى اخره، ما اكفت. نعم دكتور ناظم، حتى اختم ممكن احنا رايحين لاستحداث محافظات اخرى ولبنان على اساس قومي او مذهبي او عرقي. استاذ عمار بالمناسبه اكو دول محافظاتها 100,000 و50,000 حدود متداخله، يعني ما له علاقه دقيقه انبه الاستاذ على مظلمه يتعرض لها المكون المسيحي، وهي التلاعب بنتائج الانتخابات للاخوه المسيحيين. هذه صحيح، هناك تلاعب من بعض الاحزاب، وهو يعرف. هذه هناك بالانتخابات توجيهات بعض الاحزاب لمواطنين غير مسيحيين بانتخاب سين او صاد من الناس، وبالتالي بما انه مقبلين على انتخابات احنا طالبنا، انا يعني انا نيابه عن ادعو مفوضيه الانتخابات بعدم السماح، رفضت لكل مواطن يدلي بصوته لاختيار ممثلي المكونات الا ان يثبت انتمائه لذلك المكون. اما انه انا اوجه منطقه معينه او قريه معينه او مجموعه معينه لانتخاب سين او صاد من الناس اللي هو موالي للحزب ولا يمثل المكون المسيحي، هذا ظلم يتعرض له المكون المسيحي. هذا خلل موجود بالقانون، وانا اشكرك فطنتنا عليه، ولكن المفوضيه للاسف مع احتراماتي لهم هم اخوه قضاء، وهذا هم انعكاسا للقوى السياسيه التي تتبنى بس حتى هذه الفكره، وبالتالي دكتور ناظم رايحين احنا ترفض ان ممكن نشهد في ضوء المشهد السياسي الحاصل. هذه اريد نعم، وراح نتناقش به، واكيد تكون ضيوفي في هذا المحور. رايحين احنا ممكن ان نشهد محافظات اخرى واقضيه ونواحي تحويلها الى محافظات على اساس عرقي وطائفي مستقبلا، هيك تشوف انت؟ يعني لا راح نوقف ضدها. للاسف الشديد تحويل المحافظات على أساس عرقي ومذهبي هي سياسة خاطئة يرتكبها مجلس النواب الحالي وليس من صلاحياته، ونرفضها رفضا قاطعا. أما استحداث محافظات من نواحي إدارية حاجة ملحة لبعض المحافظات، نعم هناك بعض المحافظات بحاجة إلى تقسيمها إداريا إلى محافظتين أو أكثر. أما أن تقسم المحافظات وتحول الأقضية والنواحي على أساس مذهبي عرقي وطائفي وديني، هذا مرفوض من أغلب أبناء الشعب العراقي. نعم أشكرك. وهو جزء من مخططات تقسيم وتفتيت المكونات. نعم أشكرك. مثال واحد أجيب لك على العقود مال هذه التعيينات مال حصص المحافظات. قضاء ب50,000 مدري بس من المكون المتبقي من عند هذا المكون، 4 يتعينون من 7,000 درجة وظيفي. نعم الظلم شلون يصير يعني؟ نعم اشكرك جزيل الشكر الدكتور ناظم الشمر رئيس هيئة الرأي العربية، شكرا لقبول الدعوة، شكرا على كل الإيضاحات اللي أدليت بها. الشكر موصول للسيد عماد يوخنا النائب السابق، اشكرك جزيل الشكر. وايضا من خلالك اقدم التهنئة لحضرتك، كل عام وانتم بألف خير وعيد ميلاد مجيد، ومن خلالك ايضا رسالة الى كل اخواننا المسيحيين، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد القيامة. إن شاء الله يا رب دائما أيامكم مليئة بالأفراح والمسرات، وأنتم مكون أصيل
وأهل العراق الأصلاء جميعا. نعم، شكر موصول أيضا إليكم مشاهدينا الكرام، وتحياتي وتحيات فريق العمل. ألتقيكم في الحلقة القادمة ومحاور أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.